يمشي الكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل ممكن الملاحظه البارزه في الجزائر، بالاضافه الى ان المنتخب الجزائري اظهر مقومات بطل بالنسبه لهذه الكاس الافريقيه، بالاضافه الى هذا الحقيقه دائره الخيارات في الجزائر خيارات كبيره جدا، شاهدنا خاصه من الناحيه الهجوميه، شاهدنا في المباراه الاولى التغييرات اللي صارت، شاهدنا في المباراه الثانيه، ثم شاهدنا الفريق الرديف في المباراه الثالثه اللي تقريبا قدم نفس عطاء الفريق الاول، وهذا ممكن عكس بعض المنتخبات، لانه شاهدنا مثلا مصر لعبت بالمنتخب الثاني، الحقيقه في فرق في بعض المراكز، نفس الشيء بالنسبه لنيجيريا. بالنسبه للمنتخب الجزائري واضح انه في تقارب كبير جدا في المستوى. حاجه مهمه في المنتخب الجزائري انه اللي على الدكه قريب في المستوى زي ما انت قلت من اللي جوه الملعب، بدليل ان اخر مباراه تم 9 تغييرات في الفرقه، 9، وما تاثروش، بل بالعكس مشوا على نفس النمط، خدوا العلامه الكامله. زي ما قلت ان نيجيريا والجزائر هم الفرقتين اللي خدوا العلامه الكامله ال9 نقاط.